السلام عليكم. الأيام اللي احنا فيها ديت أنا سمعت فيها كمية انفصال، حالات انفصال كتير كتير. مش عارف ليه عندي إحساس إن الموضوع كله اقتصادي بحت. طبعا كلكم شايفين الدنيا عاملة ازاي، مش محتاجين نوصف فيها. محتاج الراجل يعزز مصادر دخله، ومحتاجة الست تصبر بقى شوية، لأنه ممكن يقدر وممكن ما يقدرش. في حاجات كان بيافي بيها وبيغطيها ممكن ما يقدرش. في حاجات بقت تقع. أي راجل دلوقتي بيعافر، بيعافر بجد. ولو مش وراه ست فاهمة الجزئية ديت، اللي هو بقى على المحك، رجولته على المحك. لأن رجولته جاية من إنفاقه، وإنفاقه جاي من دخله، ودخله جاي من شغله ومجهوده وحسن تصرفه في الأمور. بالتالي لما المنظومة دلوقتي بقت مش مناسبة ليه، أسعار كلها كل يوم بسعر، كل يوم بيسمع سعر معين، لدرجة أن أنا حد بيسألني على حاجة فبقول له رقم، بيقول لي أنت قديم أوي، ما عادش كام. وأنا قديم ده تلات شهرين أو 3 شهور، بقيت قديم أوي. أنا للأسف مش ملم بكل الأسعار، فمش عارف الأسعار عاملة إزاي، بس هي كل بتدفع يعني. أنت مش محتاج تجرب بنفسك، أنت شايف حواليك الدنيا عاملة إزاي. بالتالي بيوت كتير مش هتقدر تستحمل، فمحتاجة تغيير مفاهيم. ومحتاجة تعديل في الفكر، إعادة ترتيب للأولويات. إيه المهم وإيه الأهم. في حاجات هتشال، في حاجات هتقل. كل أسرة ليها خصائص مختلفة، يعني ما تقدرش تقول روشتة كاملة تصلح لكل الأسر، لا. في أسرة عندها بند ينفع تتنازل عنه، عند أسرة تانية البند ده مينفعش تتنازل عنه. الشاهد اللي هيحصل إن في حاجات هتقل أو هتتلغي خالص، عشان ما نوصلش مرحلة اللي ممكن الراجل نفسه يحبط، ما يقدرش يكمل. في رجالة حصل لها مشكلة في الشغل وما عندهاش إنها ترجع تاني، ما عندهاش وسيلة ترجع شغل تاني أو تحاول تفتح البيت تاني. الست هي اللي شغالة لوحدها، فالمنظومة أكيد فيها مشكلة. اللي عنده دخل بيدور على دخل تاني عشان يغطي مصاريف. اللي كان بيفكر في الجواز التاني مش وقته، نصيحة يعني. الدنيا مبقتش أحسن حاجة. ارجع لمراتك تاني، هتلاقي في حاجات حلوة على فكرة يعني، بس دور كويس كده. مش بقولك تتجوز تاني والله أبدا، بس يعني إيه، خد نفس كده. مش ببلعك تتجوز تاني، بس خد نفس كده كبير وشوف الدنيا عاملة ايه. ربنا يحفظكم ويحفظكم.